يا ماما خضتيني. وايه اللي مصحيكي دلوقتي في عز الليل؟ ابدا يا ماما، عطشت قمت اشرب فيها ايه دي؟ بقول لك ايه، ابوكي دلوقتي بقى مركزه كبير قوي، والواد ايمن ده من المغضوب عليه. وايه مناسبه الكلام ده دلوقتي؟ بقول لك كده عشان انا حاسه انك مياله له، والباب اللي يجي لك منه ريح سد واستريح. حقيقي احنا زمان كنا اهل واصدقاء، انما دلوقتي احنا مركزنا بقى حاجه تانية ومليون واحد يتمناه. حاضر يا ماما. خلاص، تصبحي على خير. وانتي من اهله. مالك اتخضيت كده ليه؟ يا دوبك عينيا غفلت. يا بختك. انا بقى مش عارفه انام، بقالي 3 ساعات بعمل منورات علشان اجيب لك صينيه الاكل. ما تكحش بقى السحالي. ربنا ما يحرمنيش منك يا تحية. انا عايزه اطمنهم عليك في البيت. ما تكلمهمش في التليفون، اكيد متراقب. وانا برضه قلت كده. بكره الصبح وانت خارجه فوتي على الواد حنفي المكواجي، هو اللي يطمنه. بس انا مش عايزاه يعرف انك هنا في الفيلا. ما تخافيش منه، ده واد ابن بلد وجدع. مهما كان الامر الواحد برضه لازم يحتاط. الو يا بابا. اهلا توتو. امال ماما فين؟ تلاقيها في التراس مع طنط نعمان. طب انا هروح لها. مش تسلمي على انكل تيسير الاول؟ ازيك يا ام؟ اهلا يا تحيه، عامله ايه في الجامعه دلوقتي؟ الحمد لله. امال الهام فين؟ تلاقيها قاعده برضه في التراس. طبعا اذنكم. بص هتجوز ازيك يا عليه. دكتور امان؟ يا حبيبتي ازيك يا توتو؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا ماما؟ اهلا يا روحي. الهام، ما تيجي نتمشى شويه في الجنينه؟ يلا. تحية. ايوه يا ماما. ما تتأخروش عشان هنتعشى كلنا سوا الليل. احنا هنا. طيب. خير، مال وشك مخطوف كده؟ على فكره انت شكلك مش عاجبك. انا تعبانه قوي ومفيش حد هيقدر يساعدني غيرك. تحت امر. ايوه. اوعى تكونوا اتخانقتوا تاني. يا ريت. ايه ابوكي مزربن ومش عايز يجوزهولي؟ ايمن البوليس بيدور عليه من ليله امبارح. يا دي المصيبه، اكيد عكه جديده من العكات بتاعته اللي تودي في داهيه. المهم هو فين؟ موجود. بتتصلي بيه؟ يعني. طيب قولي له يطمن خالص وانا هكلم له شخصيه مهمه. مين؟ جوزك؟ لا طبعا، لان تيسير ما يقدرش على المصايب التقيله دي. الو. انا الهام، عايزاك في موضوع مهم قوي يا سعد بيه. طيب اشوفك الليله عند الست حميده. ايه الجرأة دي كلها؟ ازاي تقف هنا مش خايف على نفسك؟ ما هو ابوك وامك خرجوا، قلت اشم شويه هوا من نفسي. حظك من السما، الليله دي هيسهروا بره. اتفضل. ايه ده؟ كتب ومجلات علشان تتسلى فيهم. بس انا كان نفسي في شويه ورق عشان اكتب قصه. يا سلام، بالك رايق قوي لكتابة القصص. اصل انا جت لي فكره تجنن، فعايز ادونها قبل ما انساها. مش وقته، تعالى ننزل تحت. ايه؟ ننزل تحت؟ ايوه، فرصة تاكل لقمة كويسة وتحرق دانك دي. يلا يلا. يلا.
بقالي نص ساعة مستنية. احمدي ربنا اني جيت لك، انت عارفه ظروف الشغل. برضه زعلانة مني. وانا ما اقدرش على زعلك يا لولو. جبت لك الهدوم دي عشان تغير. معقول؟ انت عايزاني البس هدوم ابوكي؟ على بال ما اغسلك هدومك. ايه العز ده كله؟ انا لو اعرف كده كنت هربت من زمان وجيت استخبيت عندكم. شفت لك واسطة كويسة قوي. واسطه ليه؟ انا مبسوط كده، انا مرتاح كده. نفسي تعقل شوية يا أيمن. عمايلك دي بتحسسني إن إحنا بنبعد عن بعض كل يوم. ومين بقى الواسطه دي؟ ناس أصحاب بابا. اصحابه؟ بس دي حاجه تخوف. ما تخافش يا حبيبي، دول ناس محل ثقة، وبابا مش هيعرف حاجة خالص. انا خايف لا يعرف ان انت اللي توسطيه. الولد ده لازم يتربى يا الهام. صدقني ده ولد طيب وابن حلال. ما هي المتاعب ما بتجناش الا من الاشكال دي. على ضمانتي المرة دي، معلش. ومين بقى اللي موسطك في الموضوع ده؟ بصراحة هو يبقى الجو بتاع واحدة صاحبتي. صاحبتك دي حلوة زي كده؟ وبعدين بقى ما تخلينيش انط في كرشك. غريب قوي، الولد القفل ده بيعرف يحب ويعمل علاقات زينا؟ ليه؟ هو مش بني آدم؟ بني آدم غبي مش عاوز يمشي مع التيار. كفايه. كل والله العظيم شبعت. كل على قد ما تقدر. مين عارف؟ مش يمكن ايه يا تحية؟ خايفة عليك قوي. نسينا نفسينا. طب يلا تعالى الأوضة بتاعتي. والله القعده دي كانت عايزه تحيه. تحية تلاقيها نامت من زمان. الله، ايه ده كله؟ البنت عامله عزومه من ورانا ولا ايه؟ ابدا يا بابا. جعت فقلت احضر العشاء واكل. طب مش كنت فضلتي معانا في النادي وتعشيتي؟ معلش بقى كده أظرف. اكيد البنت دي كانت عازمه حد وياها. يا راجل حرام عليك، ما تبقاش سيء الظن كده. هو اللي ياكل لوحده يحط قدامه مليون طبق؟ طول عمرك شكاك. اوعى تزعلها وخلي الليله دي تفوت على خير. طب ايه اللي خلاها تسيبنا وترجع البيت لوحدها؟ ده عمرها ما عملتها صفيه. تعالي هنا. ايوه. رايحه فين؟ الحمام. ايه اللي مخبيه ورا ظهرك ده؟ تعالي هنا. مفيش ايه، وريني. دي هدومي. موديها فين؟ اطلعي. ايه في ايه يا محمود؟ اسألي بنتك يا ست. موديها هدومي فين؟ اتكلمي. ايه الحكايه تحيه؟ أيمن عندنا هنا في الفيلا مستخبي. ايمن؟ فين المجرم ده؟ انا اهو يا عم. انا حاسه من دمك. ارجوك يا عم ما تسيش الظن بيا. انا هوديك في 60 داهيه. زعلانه على ايه ولو يا بوزك ليه؟ انا مش قادره افهم يا اخواتي. اللي عملتيه ده لا يحصل ولا يكون ابدا. مش خايفه على نفسك، طب خافي على ابوكي. اللي عملتيه ده ممكن يأذيه أذية ما بعدها أذية. هيجيب لك منين لما يرفضوه من الشركة اللي هو رئيس مجلس إدارتها؟ انطقي اتكلمي قولي حاجة. لا
كده برضه؟ يخلصك اللي عملتوه في الولد ده يا محمود؟ يهون عليك العيش والملح؟ تهون عليك عشرة السنين الطويلة دي يا محمود؟ اسمع يا سيد ربيع، انا عايزك تحط نفسك مطرحي. افرض ان تحية دي بنتك ودخلت عليها البيت لقيت راجل مستخبي من ورا ظهرك 3 ايام ومستفرد بيها، كنت عملت ايه؟ كنت اتصرفت ازاي؟ وهو أيمن يا أخي غريب عنكم؟ افرض الولد اتزنق وما لقاش منفذ يتاوى فيه إلا عندكم، تقوموا تخونوه بالطريقة البشعة دي؟ عارف يا سيد ربيع، لو ايمن ظهر لي نفسه من اول مرة وقال احميني يا عمي كنت حميته، لكن كونه استخبى من ورا ظهري ويتصرف التصرف ده لا. غصب عنه الولد يا أخي، كان عشمان فيكم ولجأ لبنتكم في ساعة زنقة زي دي. على العموم انا مش هسيبه، خليه يتربى 2 3 يوم وبعد كده انا هتصرف واخلصه. عارف يا محمود الولد ده لو جراله حاجة العالم كله مش هيكفيني فيه. من غير تهديد يا سيد ربيع، لو ما كانش عشان العشرة الطيبة اللي بينا يبقى على الأقل عشان القرابة اللي تجمعنا. هو انتوا خليتوا قرابة ولا بقيتوا على عشرة؟ مش هم دول اللي احنا قاريين فتحتهم وهم لسه عيال صغيرين؟ ولا نسيت يا محمود؟ ولا عشان اختنيتم وربنا اداكم تقوموا تغدروا بالولد وترموه ورا الشمس؟ مين معاك؟ اتكلم بدل ما نتعبك اكتر. مين معاك؟ اتكلم. للدرجة دي الواد ده حاسس فيها ومأثر في نفسها؟ دي لا بتاكل ولا بتشرب ولا حتى عايزة تتكلم. وهنفضل سايبينها كده لحد امتى يا صفية؟ انت لازم تتصرف يا محمود بيه، لازم تطلعه من السجن علشان بالها يرتاح وأعصابها تهدى. أنا أطلعه؟ يا أخي طلعت روحه، ده كلب، كلب ولا يسوى. طب ده أنا الود ودي أقطم رقبته، بس خايفة. خايفة؟ خايفة من إيه يا صفية؟ الله أعلم حصل بينهم إيه وهم مختلين ببعض الفترة اللي فاتت دي. معقولة؟ معقولة يا صفية؟ لا لا لا، مش معقول، مش معقول. مش معقول ليه؟ دول قعدوا 3 أيام بلياليهم والشيطان شاطر. يا خبر، دي تبقى كارثة يا صفية. والله دي لو كانت بتحبه الحب اللي في الكون كله ما كانتش حزنت عليه الحزن ده، إلا إذا كان اللي حصل حصل. طب ما تقرريها يا صفية. هي راضية تكلمني خالص ولا تحط منطق عشان أقررها؟ تفتكري نعرضها على دكتور علشان نطمن؟ أهو ده اللي كان ناقص، نعرضها على دكتور علشان تبقى فضيحتنا بجلاجل قدام الناس. طب والعمل؟ أنا بقول نكلم إلهام، هم أصحابه لما يقعدوا مع بعض يمكن تفضفض لها بحاجة. دي تبقى فضيحة أكتر. بالعكس أهي دي بقى هتبقى ستر وغطا علينا. ألو؟ صباح الخير يا تيسير بيه. أنا كنت لسه هطلبك. أنا محتاجك قوي أنت وإلهام.